يا اهلا بيكم في ديزاين لايك كريزي سيستم. انا مهندس عبد الرحمن ابو جازيه وده داي 9. احنا وصلنا للمرحله الاخيره من السيستم بتاعنا، واحنا مشينا في الخطوات اللي فاتت كلها في 9 محاضرات بنتكلم على ازاي انت اذا انتيريور ديزاينر تعرف تفكر صح وتبدا ان انت تحط البروسيسز المفروض ان انت تمشي عليها في البروجكت بتاعك من A to Z علشان تقدر ان انت تاتشيف يور بروجكت صح. I think ان انتوا خدتوا كمية معلومات في الفترة اللي فاتت ديت، خلال الاسبوعين اللي فاتوا معلومات كتير جدا تقدر ان انت تاخدها وتبدأ ان انت تطبقها في البروجكت بتاعتك وتلاقي نتيجة وفي فرق هتلاقيه في شغلك لو انت ابتديت انك تاخد وتحط في اعتبارك كل الحاجات اللي انا اتكلمت عليها ديت، وتبدأ ان انت واثناء ما انت بتشتغل تبدأ تحط لنفسك كده هو خطوات. انا اتكلمت هنا على مجموعة حاجات، طب ازاي ان انا اقدر اطبق ده في البروجكت بتاعي؟ وبعدين اتكلمت على الفاندامنتالز، ازاي ان انا اطبق الريذم وابدا ان انا اطبق الهارموني والبروبوشنز وابدا ان انا ادرس الحاجات ديت وافكر فيها اثناء ما انا بشتغل على البروجكت بتاعي ازاي. طيب الستايلز، طب هل انا ما كنتش عارف الستايلز وعارف التفاصيل بتاعتها ولا لا؟ طب الكالرز، مهم جدا انك انت تاخد في اعتبارك كل الكلام اللي احنا اتكلمناه دوت وتبدأ ان انت تطبقه. اهم حاجة ان انت ما تبقاش بس مجرد انك بتسمعني، لانك وانس ان انت يعني انتوا سمعتوا حاجات كتير جدا وعرفتوا معلومات كتير جدا. مفيش السماع لوحده في اي حاجة في الدنيا عمره ما بيطلع ريزلت. عشان تطلع ريزلت لازم تطبق اللي انت بتسمعه، ولازم تاخد المعلومات ديت وتحطها في حيز تطبيق. لو ما خدتش المعلومات ديت حطيتها في حيز تطبيق هتلاقي كل المعلومات اللي انت بتاخدها انت مجرد ان انت بتستقبل معلومات، استقبلت معلومات من هنا واستقبلت معلومات من هنا واستقبلت معلومات من هنا وخدت تريننجز وكورسات وقريت كتب وعملت، بس في الاخر ما طبقتش الكلام دوت. في الاخر مش هتلاقي ان في ريزلت طلعت. مهم جدا عشان تنجح انك انت تبراكتس، والبراكتسنج دوت هو سر نجاحك في اي حاجة. ومش بس البراكتسنج، انك تستمر في البراكتسنج، تبراكتس مرة واثنين وثلاثة واربعة. وانس ان انت عملت كده وقدرت ان انت تعمل براكتسنج كذا مرة، الموضوع هيختلف معاك بصورة كبيرة وهتحس ان حياتك اتغيرت. اي حاجة في الدنيا البراكتسنج فيها بيعمل ديفرنس. فمهم جدا انك انت تبقى في اعتبارك الكلام اللي انا قلته ده كله، انك انت تاخده وتعمل براكتسنج عليه وتبدأ ان انت تشتغل عليه. في ديزاين لايك كريزي سيستم الفول تريننج انا ببدا ان انا امسك معاك مرحله مرحله واقول لك ازاي تشتغل عليها وازاي تعمل براكتسنج فيها وازاي ان انت تطبق كل خطوه من الخطوات اللي فيها. كل الناس اللي خدت اكشن معايا هيتغير. يعني لو هم دلوقتي يفكروا قدام كمان 3 شهور هو هيبقى قادر ان هو يشيل من دماغه فكره ان هو يبدا يشتغل على اي مشروع وما يبقاش عارف ازاي هيبدا ومش بقاش عارف ايه الخطوات اللي المفروض ان هو يعملها. طب وما يبقاش عارف ازاي يختار الالوان وما يبقاش عارف ازاي يحط الاضاءه وما يبقاش عارف ازاي يعمل مود بورد مظبوط وما يبقاش عارف ازاي يعمل ماتيريال بورد. كل الحاجات ديت بعد 3 شهور، خلال 3 شهور بس هيقدر ان هو اللي هيكون معايا في الدبلومه هيقدر ان هو يتعلم خطوات المشروع من A to Z ازاي يمشي بيها خطوه بخطوه، وهنطبقها عملي معانا في كل خطوه. هنبدا ان احنا نطبق على بروجكت ونبدا ان احنا نطبق على اكزامبلز ونشوف الحاجات دي بتتعمل ازاي في الجزء دوت،
وبعدين الجزء اللي بعده والجزء اللي بعده والجزء اللي بعده. وانس ان انت قدرت انك انت تعدي على الخطوات ديت وتفهم ان ديب كل التفاصيل اللي موجوده فيها، هتلاقي نفسك انت تغير طريقه تفكيرك تماما، وبقيت تقدر انك تمسك الديزاين وانت اكسبرت، قادر ان انت تحط بصمتك في التصميم بتاعك، وتقدر ان انت تعمل اي تصميم بسهوله جدا بالخطوات والستبس اللي انت هتمشي بيها. فلو انت ما خدتش اكشن ولسه ما حجزتش الدبلومه، خش دلوقتي على اللينك، هتلاقي لينك موجود تحت الفيديو او فوق الفيديو، خش بعد المحاضره على طول، اقرا تاني التفاصيل، اعرف التفاصيل. هتلاقي في فيديو نزل او بتاعي انا نزلته موجود فيه ايه الحاجات اللي هتتشرح بالتفصيل وخطواتها وكل حاجه هتتعمل فيها شكلها عامل ازاي. بعد الدبلومه ديت انت هتلاقي في تويستنج حصل في حياتك، هتلاقي ان انت ما بقيتش بتفكر في الديزاين زي ما كنت بتفكر فيه الاول، ما بقاش الموضوع صعب وفي تحديات كبيره اثناء ما انت بتشتغل. هتبقى قادر ان انت تجين مجموعه معلومات تقدر ان انت بعد كده تخش بيها في سوق العمل، تقدر ان انت هتبقى متميز جدا وفارق عن كل الناس اللي موجوده اللي هي مش عندها ادراك بالبروسيس كلها شكلها عامل ازاي، ولسه مش قادرين ان هم يشتغلوا، مجرد ان هم بياخدوا بلوكات ويرموها ومش عارفين هم بيعملوا ايه از ديزاين، ومش هو ده الديزاين الحقيقي اللي هم بيعملوه. لا، هم انت هتبقى بتعمل ديزاين حقيقي مدروس، ريليتد لكونسبت، لفكر، لمود بورد، لديزاين بورد، لماتيريال بورد، كل حاجه انت بتشتغل عليها، وبتبدا ان انت تفكر في كل ستيب من الستبس الموجوده اللي احنا اشتغلنا عليها او اللي احنا اتكلمنا عليها خلال الدبلومه. سريعا النهارده كده هنبدا ان احنا نتكلم على الستيب الاخيره. الستيب الاخيره دي اللي هي معظم الناس بيبداوا ان هم يعملوا الموضوع دوت ريليتد لحاجه واحده، هو ايه البروجرامز اللي بتعمل ايه الحاجه المطلوبه في السوق. مهندس معماري او انتيريور ديزاينر يجيد العمل على برامج الاوتوكاد والسكتش اب وال 3 دي ماكس والريفت وبس. ايوه، هو يجيد العمل عليهم، بس هل هو فاهم اصلا قبل ما يعمل عليهم هيعمل ايه؟ لا. هو لو واحد بيعرف يشتغل 3 دي ماكس كويس وراح قدم في شغلانه هياخدوه ليه؟ لان هو هدفهم ان هم يعملوا ايه؟ 3 دي ديزاينز. طب هل 3 دي ديزاينز ديت صح؟ هل 3 دي ديزاينز ديت ريليتد لبروسيس معينه والكونسبتس والفكر والطريقه التفكير صح والستايلز مظبوطه، ولا هو مجرد دراسته او حاجات وخلاص؟ لا، انت مفروض انك انت في المرحله دي هو ايه يعني ايه فيجوال كوميونيكيشن. عين مخ البني ادم بيبدا ان هو يدرك المعلومات 60,000 مرة أسرع من بالصور من الكلام. يعني أنا لو وريتك صورة هتفهم وهتدرك اللي موجود في الصورة 60,000 مرة أسرع من إن أنا أقعد أحكي لك عن اللي في الصورة. يعني أنا لو قعدت أقول لك بص، لو أنا دلوقتي في حيطة والحيطة ديت محطوط عليها حجارة من ورا، وبعدين الحجارة ديت قدامها هيبقى في زي تابلو، والتابلو دوت فيه عامل حرف ال كده، فالحرف ال دوت بس انت مش عارف، مش مدرك اللي انا بقوله دوت الا لو انا رحت موريك صورة فيها اللي انا بتكلم عليه. وانس انا وريتك صورة باللي انا بتكلم عليه، خلاص انت ادركت ان في حيطة وفي حجر وفي حرف ال، والحرف ال ده الماتيريال بتاعته عامله ازاي، ورمي شادو شكلها عامل ازاي، واللايتنج اللي موجود عليه عامل ازاي. كل التفاصيل هتقدر تدركها من الصورة بس في ثانية، عن طريق لو انا عايز اوصف في الصورة هوصفه ابطأ ب60,000 مرة. فدي من الدراسات، من الدراسات اتعملت ان الصور هي اكتر حاجة بتوصل الريزلت لعينك. عشان كده دلوقتي هتلاقوا كل الحاجات اللي في السوشيال ميديا والنجاحات الكبيرة اللي في السوشيال ميديا هي السوشيال ميديا اللي بتعتمد على الصور او الفيديوز. لو الصور او الفيديوز من الحاجات اللي بتشد عين اللي بيبص، بتقدر تخليه يفهم معلومات كتير وكلمات كتير وحاجات كتير المفروض انها تتقال من صورة بس، مجرد ان هو شايف صورة، فالصورة دي عبرت عن كل اللي احنا عايزين نقوله. الفيجوال كوميونيكيشن هو توصيل الرسالة، المسج الهندسية اللي انت عايز توصلها للشخص اللي موجود قدامك، اللي انت بتعمله بروجكت او اللي انت عايز تفهمه الحاجة اللي انت بتفكر فيها عن طريق صور. طيب الصور ديت بتختلف ريليتد للغرض او البروسيس، الديزاين بروسيس، انت موجود في انهي مرحله فيها. فبنبدا في ان احنا عندنا مجموعه حاجات. يعني عندنا حاجتين في الاول خالص اللي هم المود بورد
المود بورد والماتيريال بورد. المود بورد والماتيريال بورد الاثنين دول بيعبروا عن الكونسبتشوال ديزاين، الفكر الاساسي اللي انت هتبدا تشتغل او الروح اللي انت هتعملها في البروجكت بتاعك. فمهم جدا انك تبقى عارف ازاي تعمل مود بورد مظبوط، وازاي تعمل ماتيريال بورد مظبوط، وازاي ان انت تحطهم وتعمل لهم فيزواليزيشن از لاي اوت علشان تقدر انك تعرضهم بشكل احترافي على العميل بتاعك، فيقدر ان هو يقرا من الصور بتاعته في المود بورد او الماتيريال بورد، يبقى قادر يقرا ان الشقه فيها كذا، وايه الالوان الماتشز اللي موجوده، وايه الحاجات اللي انت هتحطها، وايه الاليمنتس اللي انت هتستخدمها. كل الحاجات دي مهم جدا ان انت تبدا تعرضها في المود بورد بشكل احترافي، وده هنبدا ان احنا نتكلم عليه برضو بالتفصيل جوه الدبلومه الكبيره. وهنعرف وهديكوا 60 اكتر من 60 مود بورد كامله كتمبلت تقدر ان انت تاخدها وتشتغل عليها دايركتلي. وكمان هعرفك ازاي تكريت المود بورد بطرق مختلفه سواء على فوتوشوب او على كانفا، وهعرفك ازاي تتعامل مع الماتيريال بورد وازاي ان انت تكريت الماتيريال بورد وايه الفرق ما بين الاثنين اصلا. وكمان هبدا ان انا اديك كل المود بوردز بتاعتي اللي انا بشتغل بيها في الستايلز. يعني انا عامل مود بورد لكل ستايل، والمود بورد بتاع كل ستايل دي انا باخدها معايا في الميتنج مع العميل، ببدا ان انا اوري له ستايل معين ما عجبوش، اوري له الستايل التاني ما عجبوش، اوري له الستايل التالت ما عجبوش، فيبدا ان هو لحد ما يوصل لستايل معين هو ده اللي احنا هنشتغل عليه. فابدا ان انا اوري له صور اكتر من الستايل دوت، ونبدا ان احنا نفكر مع بعض ازاي ان انا اشتغل. طب عجبه ستايل وستايل تاني، طب ازاي ان احنا نعمل دمج ما بين التو ستايلز مع بعض. كل الحاجات دي برضو هندرسها بالتفصيل في الفول تريننج او الدبلومه الكبيره. بعد كده انت بعد المود بورد والماتيريال بورد في عندي من الحاجات المهمه جدا 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 انك انت بعد ما تعمل دوت انت بتروح الموقع تبدا ان انت تاخد صور من الموقع وهو لسه ما انت تعمل ديكوريشنز فيه. فاثناء ما انت بتاخد الصور دي بتاخد لازم تبقى انت عارف ازاي تاخدها صح، وازاي انك تاخد اللقطات بتاعتك صح. طب هاخد اللقطات صح ليه؟ لان ريليتد للفوتوغرافي اللي انت هتعمله انت محتاج انك تبقى متعلم فوتوغرافي، اركتكتشر فوتوغرافي، تتعلم رولز للفوتوغرافي ورولز ازاي تقف في الموقع، وازاي انك تاخد اللقطه واللقطه بتاعتك تبقى ازاي والفريمنج بتاعها عامل ازاي، وايه الرولز المفروض ان انت تاخدها في اعتبارك اثناء ما انت بتاخد اي لقطات في الموقع. لان لما هتاخد اللقطات بتاعتك في الموقع هتقدر بعد كده انك انت تعمل سكتشز من الفوتوغرافي من اللقطات ديت. هقدر ان انا اعمل سكتشز، السكتشز دي اقدر ان انا اقنع بيها او بصوره مبدئيه اقدر ان انا ارسمها على الايباد مثلا، او على حتى مانيوال سكتشز كده تجيب شفافه وتبدا ان انت ترسم مانيوال سكتشز للفكره الاولانيه شكلها عامل ازاي، فكره توزيع اللايتنج شكلها عامل ازاي، فكره الفراغ نفسه هيبقى عامل ازاي، الفوكال بوينت هيتحط ازاي. مهم جدا ان انت از ديزاينر تبقى ايدك ماشيه ان انت على الاقل بتحط الحاجات او العناصر الاساسيه ثرو سكتشز بسيطه جدا. السكتشز دي تقدر ان انت تعبر بيها عن الفكره اللي انت عايز توصلها للكلاينت بتاعك، وكمان انت نفسك تبقى عارف الفكره دي هتبقى كويسه ولا مش كويسه ثرو شويه سكتشز او مجموعه سكتشز كده. انت المفروض ان انت تبقى عارف ازاي ان انت تعملهم كويس. افتر ذات بعد الكلام دوت انت محتاج ان انت تبدا تشتغل على ال 3D rendering. و 3D rendering actually في حاجات طبعا بروفيشنال في ال 3D rendering زي اللي عارفني طبعا يبقى عارف ان انا واقع في غرام ال 3D Max، وبحب ال 3D Max جدا، وبحب اطلع من عليه ريزلتس قويه وريزلتس فيها هاي كواليتي ريندرنج، وبدي 3D Max تريننج وبدي ادفانسد ريندرنج دبلومه. الاثنين دول من احب الكورسز او التريننجز اللي انا بديها. بس ال 3D rendering in general ممكن ان هو في البداية خالص مش لازم يتعمل على 3D Max، ممكن يتعمل على حاجات اسهل وابسط بكتير جدا. حاجات زي حاجات بقت موجودة دلوقتي اونلاين، زي مثلا في بروجرامز للكيتشنز I think اسمها كيتشن ديزاين، برنامج سريع جدا وبيبدأ ان هو يطلع كيتشنز. في برنامج اسمه كو هوم
البرنامج ده برضو موجود اونلاين، تقدر ان انت تخش على الموقع بتاعه وتبدا ان انت تعمل اكونت، وتقدر ان انت تشتغل على البروجكت بتاعك على كوهوم وطلع منه 3 دي ريندرنج مظبوطه، ومن غير بقى يعني ممكن اشتغل عليه حتى من التابلت، مش محتاج لابتوب، مش محتاج امكانيات جهاز، مش محتاج اي حاجه، وتبدا ان انت تشتغل عليه. برضو انا هشرح كوهوم بالتفصيل جوه الفول تريننج، بحيث ان انت تبقى عارف ازاي تشتغل عليه وتطلع من عليه ريزلتس قويه جدا. كمان كل الحاجات ديت هي حاجات اوليه بحط عليها السكتشز، بحط عليها 3 ديز بتاعتي، بحيث ان انا يبقى مع العميل ابدا ان انا اشتغل معاه ويبقى عندي ادراك اللي هو عايز ايه، وهو فعلا دي الحاجه اللي انا عايزها ولا لا. لو ليتر العميل محتاج بقى هاي كواليتي 3 دي ريندرز وذ فول ماتيريالز، اقدر ان انا احط بعد كده الكلام دوت على 3 دي ماكس او على الفي ار اي، وابدا ان انا اطلع له هاي كواليتي ريندرز من البروجرامز اللي هي الادفانسد بعد كده. لكن في البدايه في الحاجات اللي هو ممكن ان هو يغير فيها، ممكن يبقى اصلا فكره كله مش هو ده اللي انت عايزه، فتقدر انك تشتغل على حاجه زي كوهوم، او تقدر انك تشتغل على حاجه زي كيتشن ديزاين او حتى سكتشب. بس سكتشب برضو شويه بالنسبه لكوهوم معقد. انا بالنسبه لي بتعامل مع كوهوم وبتعامل مع 3 دي ماكس على طول. فكوهوم هو المرحله الاولانيه اللي هي حاجه بسيطه خالص، وبعدين ال 3 دي ماكس هو المور ادفانسد اللي بيخليني اقدر ان انا اطلع هاي كواليتي ريندرز. بعد ما طلعت الهاي كواليتي ريندرز، بعد كده بيبقى عندي بقى الحاجات الاخرانيه خالص المفروض ان انا اتعامل معاها في الجزء بتاع الفيجوال كوميونيكيشن، اللي هي الاليفيشن سكتشز. الاليفيشنز لو انت هتعمل برزنتيشن للاليفيشنز، ولو انت هتعمل سكشنز في حتت معينه عشان تقدر انك توري له تفاصيل حاجه معينه، توري الكلاينت تفاصيل حاجه معينه. وبعد كده ازاي ان انت تعمل السبيسيفيكيشنز. السبيسيفيكيشن ريليتد بقى ل انت لوح معينه تقدر انك تطلع فيها التوصيفات بتاعه البروجكت بتاعك، ايه الخامات اللي انت حاططها، ايه الماتيريالز، ايه المقاسات بتاعه كل حاجه. لو انا مثلا عندي سيلينج طالع ونازل في حتت معينه، فانا محتاج اخد سكشن وابدا ان انا اوضح التفاصيل دي شكلها عامل ازاي. فبتبدا ان انت تطلع لوح للتفاصيل، وتبدا انك تطلع لوح للواجهات بتاعه كل جزئيه بالمقاسات بتاعه كل حاجه، علشان تقدر، عشان الحاجات دي كلها بعد كده هتنزل تتنفذ. فانت محتاج انك انت تبقى عندك ادراك ليه كل اللوحات اللي المفروض انها تطلع من البروجكت، من اول لوحات البلانات، السكشنز، الاليفيشنز، اللي اوت، اللي هو اللي اوت. بعد كده ان انت هتبدا توزع الحاجات ديت ازاي، وتبدا انك تعرضها على العميل بتاعك ازاي از ا بروجكت برزنتيشن. وبرضو انا بديك البروجكت برزنتيشن كامله، بفهمك فيها ازاي ان انت تبدا تعرض البروجكت برزنتيشن ديت على العميل بتاعك، علشان يقدر ان هو يبقى عارف، او خلال البروجكت برزنتيشن تعدي على كل نقطه من النقط بتاعه البروجكت وتوضح له الكونسبتس والافكار اللي موجوده فيها. ده كده الجزء بتاع الفيجوال كوميونيكيشن. طبعا هو انا عديت عليه بصوره سريعه جدا، لكن هو لو انا قعدت اتكلم عليه هاخد وقت كبير جدا، لان هو محتاج كل بوينت من البوينتس اللي انا بتكلم عليها دي لوحدها بتاخد تايم كبير علشان اقدر ان انا اخش ان ديبث في تفاصيل كل حاجه فيها. وهو ده اللي انا هعمله في الفول تريننج في الجزء بتاع الفيجوال كوميونيكيشن دوت. يعني انا لو حبيت ان انا اعمل تريننج كورس كامل بس عن الفيجوال كوميونيكيشن، فاقدر ان اعمل تريننج كورس كامل على الفيجوال كوميونيكيشن، وهيكون مفيد جدا ومثمر، لان هو ده الويز بتاعت البرزنتيشن اللي انت هتعرض بيها للعميل كل حاجه من الحاجات اللي انت هتشتغل عليها خلال المشروع. فالبروسيس دي هي بروسيس مجمعه معظم الحاجات اللي قبل كده، بس هي هنا البروسيس بتاعت ان انا هاو تو بريزنت الحاجات اللي فاتت عشان اعرضها للعميل بشكل احترافي. هو ده الفيجوال كوميونيكيشن. اي هوب ان انتوا تكونوا استفدتوا من التريننج ده كله. ولو انتوا استفدتوا من التريننج، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس، وتقولوا لي تروحوا على الصفحه عندي تعملوا ريفيوز للتريننج دوت، وتقولوا رايكم في التريننج شكله عامل ازاي. هل انتوا استفدتم؟ هل انتوا كنتوا شايفين هو فاتكم ولا ضيع لكم وقتكم ولا ايه بالظبط؟ انا عارف ان في عدد كبير من
الناس ما بتحضرش لايف دلوقتي. في ناس كتير حضرت اول محاضره او محاضرتين وخلاص وما كملوش، ما عجبهمش الشرح، ما عجبتهمش الطريقه. يعني انا اي هوب ان اللي كمل معايا لحد الاخر هو حد قدر ان هو يستفيد مني، واي هوب ان انا اقدر افيد اكبر عدد من الناس، ويكون والتريننجز اللي انا بعملها تكون فارقه مع الناس وقادره انها توجههم صح وتوديهم لطريق مظبوط. اتمنى ان يكون التريننج عدى بسلام والناس تبقى مبسوطة ان هي خدت تريننج زي دوت وقدرت انها تبقى ماشية الخطوات واحدة واحدة. وان شاء الله هكمل معاكم خلال بكرة ان شاء الله، وكمان الاسبوع الجاي هديكوا كم محاضرة كده لهم علاقة بالماركتينج والبزنس. هيعملوا شيفتنج لفكركم ريليتد لبزنس الانتيريور ديزاين، ازاي تفكر فيه از بزنس، وازاي انك تعمل اوفر، وازاي انك تعمل خلال الاوفر دوت ازاي انك تعرضه بشكل مظبوط، وازاي اثناء ما انت بتعرضه تقدر ان انت تخلي الكلاينتس بتوعك يبقوا عايزين يروحوا يشوفوا انت بتعمل ايه، وتبدأ انك ازاي تقنعهم through stories، واثناء ما انت بتقنعهم through stories ازاي ان انت تبدأ تحط لهم irresistible offer علشان يقدروا ان هم ياخدوه بشكل كويس، وازاي انك تعرض عليهم الاوفر دوت. وهنمشي خطوات واحدة واحدة، او هنعرف ازاي ان احنا نعمل الكلام ده كله ان شاء الله في المحاضرات الجاية في التريننج دوت. بفكركم ان اخر يوم للحجز للفول تريننج يوم 20/1، فهي ما تنسوش تروحوا دلوقتي وتشوفوا تفاصيل الدبلومة، واللي ما حجزش يبدأ يلحق يحجز، لان انا هاخد عدد معين واخر ميعاد يا اما العدد يكون انتهى او يوم 20/1. فاتمنى ان انتوا تروحوا تحجزوا دلوقتي وتاخدوا اكشن، وصدقوني مش هتندموا على الاكشن دوت. توفيق ليكم، واشوفكم ان شاء الله في التريننج بكره باذن الله في نفس الميعاد.